هل استيقظت يوما وأن تشعر بالتعب رغم أنك نمت لساعات طويلة؟ إليك السبب. هل حدث معك من قبل أن استيقظت من النوم وأن تشعر وكأنك لم تنم مطلقا رغم أنك نمت لمدة 8 ساعات أو أكثر؟ تستيقظ متعبا، مرهقا، وكأنك كنت تعمل طوال الليل. المشكلة هنا ليست في عدد ساعات النوم، بل في جودة النوم، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدني لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. وهيا بنا نكتشف الأسباب التي تجعلك تستيقظ متعبا رغم أنك نمت لساعات طويلة. أول ما يجب أن تدركه هو أن النوم ليس مجرد عدد ساعات، فليس كل 8 ساعات نوم كافية بالضرورة. جسدك يمر بمراحل مختلفة أثناء النوم، وإذا حدث خلل في أي مرحلة منها، ستشعر وكأنك لم تنم على الإطلاق. ولا تفهم السبب، إليك بعض العوامل التي تؤثر سلبا على نومك. إذا كنت تنام في أوقات غير منتظمة، فإن جسدك لن يستطيع ضبط نفسه. تخيل أن جسدك يعمل كساعة بيولوجية، فإذا كنت تنام في أوقات مختلفة كل يوم، ستحدث فوضى داخلية، مما يؤدي إلى صعوبة في الدخول في النوم العميق. من الأفضل أن تنام في نفس الوقت يوميا، حتى لو كان عدد الساعات أقل، فالجسم يحب الروتين، وهذا يساعدك على الاستيقاظ نشيطا. أيضا، قد يكون السبب أنك تستيقظ في منتصف مرحلة النوم العميق، مما يجعلك تشعر بالإرهاق. النوم يتكون من دورات تستمر كل منها حوالي 90 دقيقة، وإذا استيقظت في منتصف إحدى هذه الدورات، ستشعر بالتعب، أما إذا استيقظت في نهايتها، فستشعر بالنشاط حتى لو كانت مدة نومك أقل. تخيل الأمر وكأنك تغوص في أعماق البحر، إذا صعدت فجأة ستشعر بالدوار، ولكن إذا صعدت تدريجيا، فكل شيء سيكون على ما يرام. هناك عامل آخر يؤثر على نومك وهو تناول الطعام قبل النوم. إذا تناولت وجبة ثقيلة، خاصة إذا كانت غنية بالدهون أو السكريات، فإن جسدك سينشغل بعملية الهضم بدلا من التركيز على الراحة، مما يقلل من جودة النوم. ولهذا قد تجد نفسك تتقلب كثيرا أثناء النوم أو تستيقظ متعبا. إذا شعرت بالجوع قبل النوم، حاول تناول شيء خفيف مثل الزبادي أو ثمرة موز، لكن تجنب الأطعمة الدسمة. من الأمور التي يغفل عنها الكثيرون أيضا تناول الكافيين. القهوة، الشاي، مشروبات الطاقة، وحتى الشوكولاتة، كلها تحتوي على كافيين يمكن أن يبقى في جسمك لمدة 6 إلى 7 ساعات، مما يجعل نومك خفيفا وغير مريح. لذا، إذا كنت ترغب في نوم هادئ، حاول تجنب الكافيين في المساء. كذلك، بيئة النوم تلعب دورا كبيرا في جودة نومك. إذا كنت تنام في مكان مليء بالضوضاء، أو في غرفة ذات إضاءة قوية، أو على سرير غير مريح، فكل هذه العوامل ستؤثر سلبا على نومك. حاول أن تجعل غرفتك هادئة، خف الإضاءة، واختر وسادة وسريرا مريحين. وإذا كنت تعاني من الضوضاء، يمكنك استخدام سدادات الأذن أو تشغيل موسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء. وأخيرا، التوتر والتفكير قبل النوم قد يكونان أكبر سبب يمنعك من الحصول على نوم مريح. إذا كان عقلك مشغولا بالتفكير في مشكلات اليوم أو تخطيط للغد، فلن يستطيع جسدك الدخول في حالة استرخاء تام، حتى لو كنت نائما. الحل: قبل النوم، حاول تهدئة عقلك. يمكنك قراءة شيء خفيف، ممارسة تمارين الاسترخاء، أو الابتعاد عن الهاتف، الذي قد يجعلك أكثر توترا بدلا من أن يساعدك على النوم. النوم الجيد هو الذي يجعلك تستيقظ نشيطا، فلا يهم عدد الساعات بقدر ما يهم أن تنام بطريقة صحيحة.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وإذا كانت لديك تجربة مع النوم غير المنتظم شاركها معنا.